السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية من قناة الكونفوي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن نظام امتحان وانترفيو بنك التعمير والإسكان هاوسنج اند ديفلوبمنت بنك. هنتكلم كل التفاصيل وكل الديتيلز زي ما متفقين كده. كل السلسلة دي بنجيب البنك نتكلم عن كل البروسيس والنوتس اللي نقدر ناخد بالنا منها. تمام، بسم الله توكلنا على الله. زي ما اتفقنا نظام الفيديو النهاردة هنتكلم عن نظام امتحان وانترفيو بنك التعمير والإسكان. رقم واحد بالنسبة لي بيكون عبارة عن فون and quick interview. يجيلك مكالمة، لا يقولك تعالى الهيد اوفيس بتاعنا عشان تعمل انترفيو. دي اول خطوة خالص. لا يعمل معاك انترفيو بسيط ويقولك برضو تعالى. تمام. طب الانترفيو ده اللي هو رقم واحد ده تفاصيله ايه، دنيته ايه؟ ده بيكون في التعمير والإسكان حاجة اسمها first interview equal البيرسونال، يعني HR interview. حلو. يعني أنا دلوقتي لا هيجيلي مكالمة ويعمل معايا كويك انترفيو. طب كويك انترفيو عبارة عن ايه؟ احنا كده عاملين زي حاطينا برينسيبلز للكويك انترفيو اللي هو tell me more about yourself، عملت ايه بعد التخرج after graduation، شغال فين حاليا وبتعمل ايه، تعرف يعني التعمير والإسكان. بس مواقف بسيطة خالص، أسئلة بسيطة خالص الكويك انترفيو. تمام. طب أنا خلصت ال HR انترفيو بيحصل معايا ايه؟ أو نتكلم عن الديتيلز بتاع ال HR انترفيو. ال HR انترفيو بيكون طبعا عبارة عن introduce yourself، الانترودكشن الطبيعية بتاعتنا، وكمان ايه الويكنس والسترينثs، نقاط الضعف ونقاط القوة. what do you know about HD bank، تعرف يعني التعمير والإسكان. مين السي اي او، مين المدير التنفيذي للبنك. تمام. كل ده الأسئلة المهمة اللي احنا نركز عليها. نتكلم عن ايه كمان، عملت ايه بعد التخرج after graduation، وكمان السي في بتاعي اذاكره كويس. يعني ايه اذاكر السي في كويس؟ اي نقطة كاتبها في السي في اكون عارف بتكلم عنها واعبر عنها باسلوب بسيط اللي قدامه يفهمني بالانجلش وبالعربي. طبعا الاسئلة دي انجلش وعربي عشان تعرف تتعامل. تمام، حلو قوي. اذاكر السي في بتاعي زي ما اتفقنا، لكل الريسبونسابيلتيز اللي أنا كنت بعملها في شغل قديم اركز عليها، واي شغل جديد اكون عارف الدنيا ماشيه فيه ازاي. حلو قوي. ايه كمان؟ difficult situation، موقف صعب مريت بيه. كل دي الاسئله اللي هتسال في الاتش ار انترفيو. وقتها الاتش ار اللي هناك بتقول لك خلاص تمام، او ذكر او انثى ما نعرفش نوعه هيبقى ايه، ما علينا. هيقول لك خلاص تمام، احنا تمام كده، هنكلمك خلال ال2 ويكس الجايين، الاسبوعين الجايين، عشان نعمل الاسسمنت بتاعنا في الاي بي اي. حلو قوي. طب انا دلوقتي هي قالت لي كده، الطبيعي تكلمني امتى؟ الطبيعي لا اكلمك خلال الاسبوع اللي هو بعده على طول. تمام. اتاخرت عن كده اعرف انك عملت ايه يا باشا، فيلت هنا ووقعت في الحوار ده كله. الحوار ده كله عايز تعرف الداتا البسيطه دي، وثقه في النفس، وبدله شكلها حلو سواء بنت او ولد، وهدوء، والدنيا تبقى زي الفل. تمام. وتذاكر الاسئله اللي انا قلت عليها دي. طب خلاص، احنا فرضا دلوقتي الاتش ار كلمتني قالوا ازيك عامل ايه، يلا يا باشا خش على، يعني ده كده رقم واحد، ده ضن كده. رقم اتنين يبقى خلصت ده، تدخل بقى على ايه، على الاي بي اي
اسسمنت. قالوا ازيك يا عمرو عامل ايه، انا اتش ار من كذا، دلوقتي انت خلاص نجحت في البيرسونال، وهنحدد لك ميعاد كذا في المعهد المصرفي في مدينة نصر عشان تروح تمتحن. باشا طب زي الفل، انا كده بمتحن ايه بقى؟ انا اعرف راسي من رجلي، يلا نعرف راسنا من رجلينا. رقم واحد، انت بتمتحن انجلش. رقم اتنين، انت بتمتحن اي كيو. رقم تلاتة، انت بتمتحن accounting economics banking. رقم أربعة، انت بتمتحن مايكروسوفت اوفيس. دي الامتحانات اللي انت بتمتحنها هناك. طب هل انا لو نجحت في واحد اخش في اللي بعده؟ لا، انت بتمتحن كله مره واحده، هتمتحن كل الامتحانات دي على طول. نتكلم على الديتيلز بتاع الامتحانات. زي ما اتفقنا قبل كده في فيديوهات سابقه ان الانجليش، هنا هنتكلم عن الديتيلز شويه. بيكون في الامتحان بتاعي عباره عن 30 بوينت، 30 نقطه معايا. ال 30 نقطه دول متقسمين ازاي؟ متقسمين 10. هو طبعا الامتحان كله بنظام MCQs، اختيارات. متقسمين ازاي؟ متقسمين 10 جرامر، 10 listening، 10 reading. جرامر ما فيهاش كلام، نقطة عليها جرامر وبيسألني فيها واختار الاختيار بتاعي. listening عبارة عن من ريكوردين ل3 ريكوردز بيتكلموا عن simple topic، موضوع بسيط جدا. بيحكي لك حد عمل حاجة، حد حصل معاه حوار، حد كان مسافر، حد كان هيتجوز. انا اكون مركز في الريكورد ده، يعني اعمل اتنشن لحاجتين اتنين: الاسماء، اسماء الاشخاص، عملوا ايه. رقم 3، التواريخ والاماكن. هو كده 100% يسألني على حاجة من دول: هو راح فين، هي مين اللي عملت كذا، هي مين اللي سوت كذا. تمام، حلو. طبعا ده بيبقى نظام ريكورد كده، وانا اقدر اسمعه اكتر من مرة. دي نوت مهمة جدا، اقدر اسمع الريكورد ده اكتر من مرة. ايه كمان بيبقى عليه تحت بقى الMCQs كده، مثلا كل ريكورد عليه من 3 ل5 نقط، وهم برضو جزء الليسننج ده 10 نقط MCQs بنفس الطريقة دي. تمام، حلو قوي. طب بالنسبة للريدنج، الريدنج بتبقى قطعة، بتبقى قطعة باسل. يعني ايه باسل؟ يعني موضوع بيتكلموا عن حاجة فيه مكتوب قدامي، او ايميل مبعوث لحد من الى بيتكلم عن حاجة فيه، وتحته الMCQs بالصيغة اللي احنا اتفقنا عليها. بيبقوا كام نقطة؟ بيبقوا كام؟ 10 نقط. طب انا اقدر اتكلم في الانجليش في ايه تاني؟ اقدر اتكلم في الانجليش ان هو بيكون 30 نقطة، 30 سؤال. حلو. في ايه بقى؟ دي المهمة بالنسبة لي: 30 سؤال في 30 دقيقة. تمام، يبقى انا بالنسبة لي انجز نفسي، اقرا الجرامر، اعرف القاعدة، اعرف الدنيا ماشية ازاي، اقوم مختار على طول عشان ما فيش وقت افكر. الريكورد انت ممكن تسمعه اكتر من مرة بس تنجز نفسك، عشان بقية الاقسام يكون فيها وقت، عشان الثلاث اقسام دول هما 30 دقيقة بالظبط. تمام، زي الفل. هعرض لكم جزء من الماتيريال الخاصة بالانجليش والدنيا ماشية فيها ازاي، ونكمل بقية الاجزاء. هي الفيديو يبقى ماشي كده، نشرح جزء من الماتيريال، نوضح له جزء منه، وندخل على الجزء اللي بعده. ده اول جزء بالنسبة لي، وهو جزء الانجليش. ده عبارة عن الجرامر، في كل حاجة خاصة بالجرامر من E
من A to Z حرفيا، يعني في كل حاجة. تمام، ده الجزء الخاص بالجرامر. تاني جزء بالنسبة لي الريدنج، القطع دي كلها من امتحانات سابقة، جايب لك القطعة وتحتها أسئلة ومفهمك الشرح تحتها وكل حاجة. تمام، كده خلصنا 2 بوردز، نخش على البارت التالت. قبل ما نخش على البارت التالت في جزء كنت عايز اتكلم فيه، وهو مثلا ملف زي ده فيه اهم الافكار، ابديتس، حاجات جديده انضافت. ده فيه انجلش جرامر، حاجات جديده برضو انضافت، يعني بناخد فيدباكس من زمايلكم ونزود. فهمنا، جانا شويه اسئله مثلا من حد نعرفه في الاي بي اي تزودها، وهكذا. قطع ريدنج، ريكوردات، وغير كده وكده انا بوفر لك برضو امتحانات خاصه زي سيميوليتنج بالظبط لنظام الامتحان ده عشان نتدرب على جزء الليسننج. كده احنا اتكلمنا عن الثلاث اجزاء الخاصين بالانجلش. ندخل بعد كده على الامتحان اللي بعده، هو الاي كيو. خلاص كده ضمن الانجلش، نتكلم على الاي كيو. طب الاي كيو نظامه ايه؟ الاي كيو بيكون متقسم هناك لاكتر من حاجه: نيوميريكال و شورتس، ده الاناليتيكال ريزونينج، ومتقسم كمان للوجيك. طب كل ده عبارة عن ايه؟ ده بيكون مسائل لفظية، بيتكلم عن موضوع معين، حد كان معاه مثلا فلوس مبلغ مالي وصرف منها وي 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 واتبقى منها، يسألني على الريست مثلا متبقى قد ايه، او حيلة رياضية بسيطة. تمام، ده بالنسبة للنيوميريكال. طب الشورتس، الاناليتيكال ريزونينج. الشورتس هو عبارة عن رسم بياني مثلا، وجايب لي أعمدة كده وكده كده وهنا أرقام، وبيسألني أنا بطلع الجيفنز بتاعي من الشورتس وعليها من سؤالين ل3. يسألني على نسب مئوية بيرسنتج، يسألني على نسبة زيادة، يسألني على نسبة نقصان، وهكذا. اللوجيك كالعادة أشكال، ويسألني على الشكل الثالث. ده باختصار نظام ال IQ. طب بيكون كام سؤال؟ بيكون من 20 ل25 سؤال، فحوالي من 20 ل30 دقيقة. تمام، نعرض جزء من الماتيريال. ده أهم أفكار النيوميريكال، مشروحة خطوة بخطوة زي ما توضح أمامكم كده. فيها أفكار كتير جدا مهمة اتكررت في امتحانات كتير خاصة بالتعمير والإسكان. الفكرة كلها إن أنا بشوف المسألة وتحت الفكرة مشروحة خطوة بخطوة من كل حاجة. تمام، ده بالنسبة لجزء النيوميريكال. بالنسبة لجزء الرسوم البيانية هكذا، دي الشورتس اللي قلتلكوا عليها. السؤال متوضح، طريقة الحل، أنا جبت منين الرقم، كل حاجة واضحة فيه. الامتحان لا يخلو برضو من السيكونس، المتتاليات. أهم 20 متتالية اتكرروا في الامتحان موجودين هنا برضو. ده بالنسبة للاي كيو. برضو الانجليش أنا موفر حل امتحانات الكامبريدج اللي احنا هنتست عليها، برضو حل كامل موجود لكل التستس الخاصة بكامبريدج. وبالنسبة لي الجزء الأخير هو اللوجيك، ودي أسئلة أصلا جت في الامتحان نصا يعني. وبس، ده بالنسبة للاي كيو، كل الأشكال اللي جت في امتحانه. ندخل بعد كده على الجزء اللي بعده. تمام، كده اتبقالي 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات يا مستر؟ اتبقالي accounting، economics، banking، واتبقالي مايكروسوفت اوفيس، واتبقالي اي تي. حلو اوي، هتكلم عن كل واحد. account economics banking ده بيكون اختبار التخصص. يعني ايه التخصص؟ انا خريج مثلا ادارة اعمال، خريج محاسبة، خريج اقتصاد. لما بتروح بتمتحن الامتحانات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن basics and advanced questions
في صيغة MCQs. اتكلمنا عن دورة محاسبية، اتكلمنا عن supply وديمنت وانفليشن، اتكلمنا عن مهام البنك المركزي والمعلومات المصرفية التقنية بالنسبة لي. ده بيكونوا حوالي كام سؤال؟ بيكونوا حوالي 36 سؤال، في حوالي من 30 ل40 دقيقة. مايكروسوفت اوفيس، اكسل، باوربوينت، وورد. بيسألني بقى عن ايكونز، شورت كودز، فانكشنز، كل واحد في حتته. ده بيكونوا 30 سؤال في 45 دقيقة. حلو جدا. الأخير بالنسبة لي الاي تي، ده اختبار تخصصي لو أنا هتعين في قسم الاي تي، سواء بقى خريج هندسة كمبيوتر ساينس، حاسبات ومعلومات، على حسب دنيتك انت هتتخصص. طب أنا لو خريج حاسبات ومعلومات أو اي تي، امتحان الامتحان ده مش الامتحان ده الخريج اللي أنا قلت عليه. ده بيكون بقى في حاجات في ال SQL، في حاجات في الداتابيز، في حاجات في الكواليتي، IT كواليتي نفسها، وفي اكتر من موضوع. تمام. حاليا انا هعمل ايه؟ هعرض الماتيريال الخاصة بالاجزاء دي. اول جزء بالنسبة لي هيكون الاكاونتنج، شرح تفصيلي، امثلة مشروحة، كل حاجة في الملف ده خاصة بالاكاونتنج، من كل حاجة اعتمادك الكل عليه في انك تذاكره وتخش تلاقي الافكار دي معاك. تمام. دي النسخة اللي بالانجلش، هعرض لكم انجلش اكاونتنج وانجلش ايكونومكس وانجلش بانكينج، والنسخة العربي كمان. ده جزء الايكونومكس، ده جزء يتكلم على الانفليشن، التضخم، شرح مبسط ليه، MCQs مشروحة. وبعد ما تخلص الMCQs دي، نموذج للتدريب بدون اجابة عشان نأكد ان الفكرة ثبتت. ندخل على جزء البانكينج. من اشهر الموضوعات اللي بيسأل عليها في جزء البانكينج والمعرفة المصرفية والمعلومات المصرفية السنترال بانك، البنك المركزي ومهامه. نفس الفكرة، شرح بروفيشنال وتوضيح لكل النقاط الخاصة بالبنك المركزي. ندخل بعد كده على جزء المايكروسوفت. ده مثلا جزء الاكسل، عبارة عن 50 سؤال، المنيوز، الشورت كودز، الفورمولاز والايكويشن والبيزكس نفسها، كل حاجة وتحتها اكسبلينيشن، توضيح كل حاجة. تمام. في زيه طبعا للباوربوينت وكمان للوورد. اخر جزء بالنسبه لي هيكون الخاص بالاي تي، دي SQL questions and answers، ليه خاص بالداتابيز. دي اسئله وتحتيها برضو الشرح بتاعها والتوضيح. دي اسئله من امتحانات سابقه للAPI وامتحانات سابقه للبنك التعمير والاسكان في الجزئيه دي. وزي ما قلت لكم بالظبط، دي كده كل حاجه خاصه بالتعمير والاسكان. وكمان عايز اوريكم الملف ده خاص بالتحضير لمقابلات بنك التعمير والاسكان، بيرسونال HR، تكنيكال اللي هو البانل الانترفيو، والاكاونتنج. والجزء الاكاونتنج ده بيتسأل فيه اخر امتحان او اخر انترفيو. احنا دلوقتي البروسس بتاعنا كانت ماشيه زي ما اتفقنا. اول حاجه الانترفيو الطبيعي بيرسونال، بعدها بندخل على جزء الAPI اسسمنت، اللي هو خلاص عملنا الAPI ونجحنا، فبتكلمك خلال الاسبوع الاثنين الHR خلاص انت ضان كده، تعالى احضر حاجه اسمها بانل انترفيو او تكنيكال انترفيو. ده بيكون مع توب مانجر وهيد مانجر موجود في الاداره في الهيد اوفيس الخاصه بالتعمير والاسكان. بنروح بقى مذاكرين الملف ده كامل. الملف ده كامل في ايه؟ في HR، بيرسونال، تكنيكال، اكاونتنج، شامل كل حاجه. اي سؤال ممكن تتساله في الدنيا موجود في الملف ده. هيسالني طبعا عن الفرق بين التيلر والCS، تعرف يعني الاثنين. هيسالني عن الفرق بين البوزيشنز الموجوده في البنك، وطبعا نفس اسئله الHR اللي هي البيرسونال. هيسالني تعرف ايه عن HT بنك التعمير والاسكان. ممكن يسالني في بيزكس اكاونتنج، تعرف يعني الكارنت اسيتس اللي هي الاصول المتداوله، تعرف مثلا على اللايبيليتيز وهكذا. تمام. هعرض لكم جزء من الملف ده، هو شامل كل حاجة من E to Z حرفيا. ده جزء التكنيكال اللي كنت بتكلم عليه، الفرق من البنوك، انواع البنوك،
بعد كده هنخش على جزء الاكاونتنج. هنا بنتكلم على الداتا بتاع البنك نفسه، تأسس امتى، من رئيس البنك، كل حاجة موجودة في الملف ده خاصة بالتعمير والإسكان. كده احنا خلصنا. بجد اتمنى الفيديو يكون عجبكم، هو شامل كل حاجة من انترفيو اولاني HR، اي بي اي اسسمنت، وبانل انترفيو. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تدعمنا ونشترك في القناة ونسيب كومنت حلو ولايك. بس كان معكم محمد رضا.